السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم معايا فيديو جديد. لو انت اول مره تشوفي قناتي، انا ام جنى ودي قناتي يوميات ام جنى. بقدم روتينات تشجيعيه. عملنا قبل كده مع بعض روتين في الصاله دي. كان عندي ضيوف وبهدلنا الدنيا بقى وقعدنا براحتنا وكده، خدنا راحتنا وقمت نضفتها معاكم وشيلنا بقى الكفرات، يعني الكسوه بتاعه الركنه وغسلناها. كده بقى احنا هنفرش مع بعض بعد ما انغسلت ونشفت. نشرناها بقى نشفت وكده ولميناها تاني علشان نفرشها. عايزه اقول لكم الكفرات دي سهله قوي في التركيب، يعني انا عاملاها زي بياضات كده. سهله قوي قوي في التركيب عن الكسوه التانية اللي عندي، اللي هي كسوه كامله للركنه كلها، للشيلت والظهر والايد وكله. بتاخد معايا وقت في التركيب قوي، بتبهدلني لان الركنه بتبقى محتاجه تحركيها من مكانها عشان تلبسيها. الركنه تقيله جدا والكسوه كمان ضيقه. فانا عملت الركنه الكسوه دي بدل التانية علشان خاطر تكون سهله في التركيب وتدي شكل برضو لطيف كده، لان التانية كانت غامقه وساده، كانت كلها رصاصي فضي كده منقوش. وعايزه اقول لكم النقشه اللي كانت فيه كانت بيضه، فكانت سهله برضو ان هي تتوسخ بسهوله قوي قوي قوي، يعني ما بتكملش يومين ولا حاجه وتتوسخ، بس بتبهدلني في الشيل والحط عشان كل شويه اشيلها افكها واغسلها ارجعها تاني افرشها حوار بقى. يعني صراحه بكره ان انا البسها لان هي بتاخد مني مجهود جامد قوي وبتتوسخ كمان بسهوله. دي بقى حتى لو اتوسخت هي ما بيبانش فيها قوي، بس لو اتوسخت بتبقى سهله في الشيل بقى، في ثواني كده بكون شلتها، بتدخل كلها على بعضها دور واحد في الغساله. دوره واحده. لو ما فيش مخدات، لو في مخدات بقى، لان دول 9 اكياس مخدات للخدادات الصغيره بتاعه الركنه. ف بتاخد معايا دوره تانية في الغساله. هنا كنت بفرش بقى الفرش، الشلت كلها مش مقاس واحد. الشلته دي وسط، والنص يعني الكنبه اللي في النص دي اكبر شلته فيهم، والكنبه اللي قصادها صغننه خالص. علشان الحيطه دي كامله، انما الحيطه اللي قصادها فيها عمود. تمام. وطبعا بقى الشلته اللي في النص او الكنبه اللي في النص واخده عرض الحيطه كامله لحد الاخر. وانما الزاويه بقى اللي في النص دي واخده من مساحه الشلت اللي في الكنبتين اللي في النص، اللي في الحرفين يعني اللي في الجنبين. بصوا بتتفرش بسهوله ازاي وجميله، وبتدي شكل حلو برضو. بتكسر لان بتكسر كمان الالوان، لان عندي الالوان ثابته. ثابته الالوان يعني. ما فيهاش نقشه، يعني ساده. ايوه ساده. الكشمير ساده والفضي ساده والرصاصي الغامق الفراني ده ساده. فده شغل برضو قلت اعمله منقوش، بحيث ان هو ايه، يكسر الالوان دي شويه ويدي كده شكل بهجه للصاله. انا عندي اصلا سجاد رصاصي في ابيض، يليق على الركنه ويليق على يعني الركنه طبعا فيها ابيض، الترابيزه بتاعتها والكوموديوم بتاعها والشيلات بتاعتها اللي هي إن هي المخدات الصغننه يعني. الكسوه بتاعتها فيها نفس لون الستاره اللي انا جايباها في الصاله، جايباها من نفس اللون. يعني نفس لون الشيلت والخدادات الصغيره دي عامله منهم الصاله. ففيها هي كمان ابيض، المخدات الصغيره دي فيها ابيض، فانا السجاده جايبه فيها ابيض فرصاصي بحيث ان هي تليق على الاتنين. والستاره طبعا جايباها شبه الشيلت والمخدات الصغيره، فكان كل حاجه ماشيه مع بعضها. بس طبعا بقى لما الحاجه بتتبهدل او بتوسخ بتشيليها، تغسليها بقى، فلازم برضو لما بقى في حاجه تانية ممكن ما تبقاش لايقه قوي. طبعا انا شايله السجاد لانه تقيل قوي، انتوا عارفين ان انا دراعي بيوجعني جدا. عندي مشكله في دراعي الشمال. يا دوبك هو بيساعد بس كده دراعي اليمين. لو انتم ملاحظين انا دراعي الشمال ما بيتحركش قوي زي اليمين. الرك كله على اليمين. لان الى جانب اصلا ان هو لما كان دراعي سليم ما كنتش بعرف اعمل حاجه بدراعي الشمال، يعني انا كل رك على دراعي اليمين. فطبعا انا بقى شايله السجاد لانه تقيل قوي على دراعي ان انا اشيله واحطه. شايله كمان ترابيزه الركن ركناها على جنب. بحيث ان انا ايه، بصوا لما بيجي ضيف بجيب حاجه خفيفه كده احط عليها حاجه الضيافه يعني. لان الترابيزه دي تقيله عليا قوي ان انا اشيلها كل ما يجي ضيف واحطها تاني. انا اصلا ركناها عشان ما اشيلهاش واحطها كل ما اجي انضف، فهشيلها بقى واحطها كل ما يجي لي ضيف. فانا بقى راكناها على جنب، بحطها بقى الصراحه في المناسبات، يعني لما يجي عيد، لما يجي حاجه احط عليها بقى حاجه العيد، البيتيفور، الكحك، شوكولاتات، الحاجات من دي. انما بقى حاجه الضيافه على قد مثلا كوبايه الشاي، العصير، شويه فاكهه كده، دول مقدور عليهم بقى، يا بحطهم على الركن نفسها يا على طقطقات خفيفه كده بحطها. لان الصراحه النجار كان متوصي قوي بالترابيزه، يعني متقلها قوي في الخشب، يعني خشبها تقيل قوي قوي قوي. متوصي بالحاجه جدا من اول، يعني من اقل فسفوسه في الركنه لحد اخرها، زي الكومود اللي هو في جنب ده. ده كان المفروض يبقى ايد للركنه، فانا عمل زي كومودينو من كتر ما هو خادم الحاجه قوي، يعني طلعت كبيره جدا واستغلينا بيها العمود وقلنا يلا هو ايه، استغلال مساحه.
لو اني كنت عايزه اعمل عند الكومود دون عارفين النيش اللي هو بيبقى ضرفه واحده ده، او مثلا جزامه على خفيف كده اللي هي تبقى رفيعه يعني مش واخده مساحه، يبقى على قد العمود مثلا او حته جنبه كمان. لكن لما لقيت كده بقى وقفل لي المنطقه دي، يعني عشان اعمل حاجه جنبه هتبقى مكان الكمبيوتر اللي جنب باب الشقه، لان الكمبيوتر منه لباب الشقه على طول، عشان الباب يفتح بيجي جنب الكمبيوتر على طول. فعشان اعمل حاجه في المكان ده لازم هشيلها، لان كده الثلاث حيطان كاملين ركنه، والحيطه الرابعه مكتبة للتلفزيون وتحتها جزامة، فما فيش اي مساحة لاي حاجة. حتى الحتة اللي كانت فاضية انا حطيت فيها ترابيزة الركنة، ركنتها فيها على جنب خالص، وخليت ده مكانها الاساسي ان لا تبقى موجودة فيها على طول. عايزة اقول لكم انا نفسي بجد قوي اجيب سفرة، بس انا مش عارفة احطها فين، انا ما عنديش مكان. انا الصالة كبيرة جدا بس انا شغلاها بموضوع الركنة ده، واكل جناب كتير. كان المفروض ما نعملش الثلاث اجناب ركنة، نعمل جنبين والجنب الثالث يبقى مثلا فيه سفرة او حاجة، لان الصالة عندي واسعة وحلوة وتشيل، بس يعني يلا بقى ما فيش نصيب. انا حاسة ملاش مكان خالص، يعني لو جت هتبقى كركبة على الفاضي. هنا كنت خلاص بقى فرشت الكسوة كلها، وطلعت المخدات من الصحارة. زي ما شفتوا كده الكنبة عندي بتفتح صحارة، الكنبة دي واللي قصادها بيفتحوا صحارة زي مخزن كده عاملاها للمخدات والفرش بتاعها. لما شلت يعني لما طلعت المخدات كان في بقى الفرش التاني بتاع المخدات جوه في الصندرة دي. الكنبة اللي في النص بتفتح سرير بشلتة تانية تحته. بتتفرد الشلتة وفرد السرير، بتبقى زي نظام سرير بالظبط بسوى بعض، بسوى الشلتة اللي هي الايه اللي موجودة دي. فهي فكرة حلوة قوي لو في ضيف او في حاجة، ما يعني غريب، ضيف غريب يعني ما ينفعش مثلا ان هو طبعا ما فيش في الشقة الا اوضتين اتنين، اوضتي واوضة البنات، فلو حد غريب ما ينفعش طبعا يبقى موجود مع البنات. آه، الا لو كانت بقى مثلا حد من العيله او من عيلتي او من عيله جوزي وست زيه يعني زينا يعني، فسهل ان هي تبات مع البنات في اوضتهم لان اوضتهم سريرين يعني. لكن لو حد غريب واضطرت الظروف اهي موجوده بتنفع يعني. هو مش بيحصل حاجه زي كده عندنا، بس برضو احنا عاملينها احتياطي يعني للظروف، ما نضمنش يعني الظروف ممكن يحصل ايه. هنا بقى كنت خلاص خلصت كل الكسوه. المخدتين دول انا غاسله الكيس بتاعهم، لان المخدتين دول كانوا على الكنب بره فاتبهدلوا مع الفرش اللي اتبهدل، انما المخدات التانية كانت موجوده في الصحاره فما باظوش يعني، الفرش بتاعهم نظيف وحلو. غسلت الكيسين دول وقلت البسهم بقى كمان وانا بلبس الكسوه. عايزه اقول لكم الكسوه دي جميله قوي مهما تتغسل ما شاء الله عليها يعني ما فيهاش اي مشكله. الكسوه التانية بقى منها بسوست وكده، تفك السوست وتقفلي وتعملي الكلام ده ممكن تبوظ لانها ضيقه كمان. عايزه اقول لكم زاويه من الزاويه اللي هم بين الشيلة وبعضها دي، بين الكنب وبعضه، واحده منهم السوسته بتاعتها باظت. السوسته بتاعتها كبيره جدا يعني عشان تتغير حوار وتكلف يعني، لكن الكسوه دي مش مكلفه عليا اي حاجه. هي دوبك التفصيل على الكنار اللي معمول فيها دون وشكرا، ما خدتش وقت حتى في التفصيل يعني، طلبتها جات لي مثلا بعد 3 ايام او حاجه. انما التانية خبطت وقت، خدت اسبوعين على ما اتعملت، ان هي تيجي تاخد المقاسات بالظبط وتعمل زيها وسوست انا عامله كلها فيها سوست يعني، عامله الكسوه ان انا اقدر كمان افتح الصحارات دي والكسوه محطوطه حاطه فيها سوسته افتحها واروح جايه شاده الكنب عادي يعني، مش لازم اضطر ان انا اشيل الكسوه من مكانها علشان خاطر افتح الصحاره، لا. كنت عامله حساب كل حاجه قبل ما اعمل اي حاجه، ببقى عارفه انا عايزه اعمل ايه ومفكره لها كويس عشان يعني ما اجيش بعد كده ابقى عايزه اغير حاجه. بس الفكره كمان ان انا ما كنتش اعرف بقى ان الركنه قد كده تقيله قوي في التركيب والشيل والحط يعني. هي دي بس مشكلتها الوحيده. لو على الكسوه ان هي ضيقه ممكن نعمل غيرها والحوار اتحل، لكن حته ان الركنه تقيله دي ملهاش حل. ده كان شكل الركنه. طبعا بقى قلت ادي تنفيذه تاني كده للحافظه واكنس الارض على السريع. احنا لما روقنا مع بعض الصاله كنت نفضت الكنب كويس قوي وشلت شلت الكسوه وكنست الارض، لكن ما مسحتهاش. ولمعت معاكم طبعا بقى الخشب، لمعت ترابيزه الكمبيوتر، لمعت المكتبه الجزامه، مكتبه الجبس اللي رفوف الجبس يعني وكده. لما ما خليتش مكان الا لما لمعته ونضفته وخليته زي الفل. بس طبعا بقى ايه احنا داخلين طالعين بقى، فقلت برضو انضف الارض تاني تنظيفها كده على السريع، وادي بقى تلميعه بالموب المساحه. بصوا بقى عايزه اقول لكم الصاله دي يعني هي طول الوقت زي ما هي كده عامله زي العروسه كده، انا مخليه الصاله
طول الوقت نظيفة ومستعدة لاستقبال الضيوف، هي وحمام الضيوف طول الوقت نضاف. بحاول على قد ما اقدر، على قد ما اقدر ان ايدي تبقى في المطبخ برضو 24 ساعة طول ما انا بعمل الاكل اكون منضفة، علشان خاطر لو جه ضيف مثلا دخل الحمام، حمام الضيوف هو في وش المطبخ على طول، يعني المطبخ الرخامة بتاعته مفتوحة امريكاني على الحمام والطرقة. تمام، فاللي بيدخل الحمام بيبقى شايف المطبخ، فلازم برضو الدنيا تبقى نظيفة. يعني الاوض ممكن لو مبهدلة تبقى مقفولة، لكن دول اماكن كلها مفتوحة وعرضة ان مثلا يعني الحمام ده عرضة ان الضيف يدخل في اي وقت، وطبعا بما ان دخل الحمام المطبخ مكشوف. تمام، هنا قلت بالمرة. طبعا بقى الحته دي جاب التراب، لان الحته دي دي زي الطرقه اللي بتودي على الاوض، يعني ايه، الصاله لحد الحافظه كده تمام، محدش بيجي ناحيتها الا لو حد قعد في الصاله نفسها، لكن ندخل من جنب الباب نمشي على السيراميك الباين ده، السيراميك ده بيودي بقى على الطرقه والاوض والمطبخ والحمام وكده، فلازم كل يوم داخلين طالعين في المكان ده كل شويه، مش كل يوم. فبيتبهدل، فعشان كده قلت اكنس المكان. من ناحيه الصاله كان نظيف، لكن من الناحيه دي بقى، من الحته اللي عند الباب دي لا، مش نظيف خالص. بالمره قلت بقى اجيب الحته بتاعت المدخل، السيراميك اللي قدام المدخل كله قدام الباب بره. ده حته كبيره جدا، حاطه فيها فرن البوتاجاز، عامله فيها بلاعه عشان لو غسلت فيها سجاد، وعامله فيها حنفيه، حاطه فيها الفرن طبعا الغاز اللي انا بخبز فيه بانبوبته وكده. جوزي برضو جاب لي شويه بطاطا كده كتير زي شكاره كده، رحت جايه مفضيها تحت السلم كده وسبتها برضو عشان ما تبصش. يعني مكان واخد مكان كبير، يعني مكان كبير كويس، بس منه بره في المدخل بقى، والبوابة مش متقفلة، فالهواء بيجيب تراب، واي تراب بيجي بقى بيكون المدخل ده عرضة للتراب جدا. خصوصا كمان الجزء اللي بره دون بتاع السلم مش معمول رخام ولا متسرمك وكده، فسهل ان هو ايه يتوسخ بسهولة. فدايما كده كل ما اكون بكنس بجيبه معايا، انا لو الصالة نظيفة بطلع اكنسه هو مخصوص، لان ده بصي ده شكلك بره، يعني شكلك قدام الناس، ده غير ان انا جوزي ما بيحبش ابدا يشوف المكان ده متوسخ، سيراميك فاتح واي تراب عليه بيبان. هنا جبت شوية كلور، آه حطيته في الميه، منها بينظف الارض وبيديها تلميعه، ودي طبعا ريحه الكلور كده بتحس ان المكان متعقم كده ونظيف. وكمان ينظف معايا الشرشوبه بسهوله، يعني المساحه دي تتنظف كل ما تتوسخ. عايزه اقول لكم هي اصلا جميله قوي، ومشيتها مش عارف ميكروفايبر ولا ايه، بس هي بصوا بقى ما بتبلش الارض، بتنشف تنشيفه حلوه، وبتنظف كويس قوي، بتدي تلميعه، ولما بتتوسخ قوي قوي بتنضف بسرعه جدا، فهي جميله، فقلت الكلور يساعد معايا في تنظيفها يعني. هنا كان في بقع، بصوا لو لاحظتوا الارض بعد السيراميك على السلم نفسه واقع من البنوته الصغيره عصير، فكان كل اللي بيدوس عليه بيطلع يوسخ لي قدام الباب، فالحته اللي قدام الباب دي متبقعه، فقلت اجيبها كده وانضفها، كنستها ورحت جايبه مسحاها، واتكيت بقى على الارضيه كلها بقع ازاي زي ما انتم شايفين. الكلور بقى بيساعد ان الحاجات دي تنضف كده بقى ايه على السريع من غير دعك. ولما الشرشوبه بقى، بص الشرشوبه لمت، عايزه اوريكم، بصوا لمت قد ايه متوسخه. بس سبحان الله مسافه ما بتتحط في الميه حتى لو من غير كلور هي بتنضف. بس انا دايما بجيب في ميه المسح دي ميه دافيه او سخنه وكلور، ممكن احط بدل الكلور دون منظف ارضيات، بيبقى احلى واحلى، او شويه معطر بقى كمان، يا سلام لو شويه معطر في المسح بيكون جميل. انا في اليوم اللي انا كنت بروق فيه ده اديت نظيفه حلوه قوي للشقه، وعارفه ان انا هقفل المكان وهو نظيف، فبرش كمان بيراسول علشان لو في ناموس كده هنا ولا هنا جاي من باسكت زباله او جاي من حاجه، او فتحوا مثلا الباب بتاع البيت وسابوه مفتوح دخل دبان او ناموس او كده، فبرضو يبقى ايه مرشوش، ما فيش حاجه، تبقى قاعده في المكان مستريحه، ما فيش حاجه بتقرص، ما فيش حاجه بتعمل. وبعد ما ريحه البيراسول بتروح برش معطر بقى ايه على مهلي كده، او بشغل بخور في المكان. عندي انواع بخور معينه كده يعني حلوه قوي، كل ليهم روايح كتير، يعني لكل كذا عود كده بريحه حلوه. ما بتحسش ان هو ده ريحه بخور، بتحس ان هو عامل زي المعطر برضو. بشغله دايما في المكان. البخور ده عندي اساسي، بيدي ريحه حلوه برضو للمكان، وما بيتعبش برضو الصدر برضو زي المعطرات. انا بحس المعطر ده برضو مني عندي حساسيه على صدري، ما بستحملوش كتير في الشقه، يعني لو هرش حاجه لازم برضو يكون الشبابيك مفتوحه، بحيث ان يعني ايه الريحه ما تبقاش قويه يعني. ولما برش على الفرش نفسه، يعني على فرش الركن، على الستاره، على السرير، مش في الجو كده وخلاص، يعني برشه على الحاجه يثبت فيها كاني ببرفانه يعني.
هنا بقى ده سلك موصله من الراوتر على طول جنب الترابيزه الركنه دي للكمبيوتر اللي ورا الباب ده على طول، سلك النت علشان شغلي برضو عشان القناه وكده. فانا المفروض ان انا هنقل ترابيزه الركنه دي، هعكس بقى اجيب ترابيزه الكمبيوتر دي جنب الراوتر هنا على طول عشان السلك ده اللي رايح واللي جاي بخبط فيه. واجيب ترابيزه الكمبيوتر مكان الركنه وترابيزه الركنه مكان الكمبيوتر، ابدلهم بحيث انه ايه حتى برضو لو انا شغاله مبقاش مني للباب كده على طول لو انا يعني قاعده على الكمبيوتر. هنا برضو اديت تلميعه جميله تحت الحافظه بقى، السيراميك اللي تحت الحافظه ده المفروض ان هو اصلا نظيف ومتلمع، بس قلت مش هيجري حاجه اما ندي تلميعه. هنا بقى كنت مشغله المروحه، والله يا ولاد انا تلكت في الحته دي، اللي هو حسيت ان انا هدومي مبلوله، الشراب مبلول، مش عارفه، حاسه ان في حاجه مبلوله، بس هو ايه الهوا بتاع المروحه، حاسه ان انا بردت جامد يعني. بس كنت مضطره لان لو سبت الارض لنفسها كده تنشف مش هتنشف، لازم مثلا تجيبي فوطه بقى وتمشي تنشفيها، يا اما تشغلي لها حاجه كده زي المروحه زي ما شغلت انا كده علشان تنشف. هنا بقى كنت انا شغلت المروحه وما كملتش، بصوا الارض بتلمع ازاي، تحفه يعني. بعد ما شغلت المروحه اهين ما كملش 3 دقايق والارض نشفت، فنشفت بقى كده اهين. هفرش بقى على طول. انا طبعا اسهل ما عندي افرش السجاد، بس مش هقدر ان انا اشيل وانفض كل شويه، فالصراحه الحافظه دي حلوه في كده، انا بفرشها سهل وبشيلها سهل، بتسهل عليا اصلا ان انا لو هكنس المكان في ثواني هكون شلتها. وسهله كمان في الغسيل، يعني انا هفرشها اسبوع 10 ايام واشيلها. بصوا لو مفيش هرس ومفيش ضيوف وكده ممكن تقعد معايا ان شاء الله شهر، اصل احنا ما بنقعدش في الصاله، يعني احنا ما بنقعدش في الصاله لما بيكون فيها ضيوف، الجو برد فيها الصراحه وما بنقعدش فيها، وكبيره قوي الصاله وواسعه. وما احبش ان انا برضو قعدتنا تبقى فيها ونرس فيها، انا بسيبها لاستقبال الضيوف يعني، واحنا قعدتنا كلها في الاوضه. فطول ما فيش ضيوف انا ممكن اسيب الحافظه دي عادي ما تغسلش لانها بتبقى نظيفه، هي والفرش بتاع الركنه بنفض بقى واكنس كده عليه. بتخلي الدنيا بتبقى الدنيا زي الفل. لكن لو اتوسخ واتبهدل، لو ممكن جالي ضيف مثلا او يعني جالي شويه ضيوف وسخنا الدنيا واحنا قاعدين، ممكن في نص ساعه زمن يعني الدنيا تتبهدل قوي فتكون محتاجه تنغسل، فهو مش شرط، هو على حسب الهرس مش بالايام يعني، مش بعدد الايام. طبعا هنا انا كنت مروقه بقى معاكم المكتبه اللي في الجبس كده يعني، جبت بقى هنا ايه ملمع للموبيليا والخشب. وقلت بقى ايه ننضف الباب زي ما انتم شايفين فيه تراب فوق اهون، بس مش عايزين نعمل بقى بميه عشان مش كل مره بميه كده يبوظ، خلي الميه دي لما تكوني مضطره ما فيش منظف او كده، عشان الخشب بيشرب الميه دي بيبهدل الدنيا، الخشب بيبوش وبيبوظ. فقلت بقى ايه ننضف ندي تلميعه كده للباب. والله العظيم يا ولاد انا بعد ما لمعته حسيت ان هو بقى عامل شبه المرايه، يعني كان جايب خيالي، كان جايب يعني كان جايبنا احنا في قلب الباب، الصورة بتاعتنا باينة في قلب الباب. فهو برضو بصي بقى الباب والمدخل والصالة والكلام ده اللي يعدي كده من قدام الباب عندك يقول لا الست دي نضيفة، يحس بالفرق. في بيوت بنعدي من عليها تحسي بصي العنكبوت كلها، العنكبوت والتراب في كل حتة يعني. احنا حتى لما باجي اكنس المدخل بالمقشه كده، وانا بالمقشه بجيب الحيطان كده الحتت اللي فوق، مش بس العنكبوت، الحيطان نفسها بمشي عليها كده بالمقشه بلاقي ايه التراب اللي عليها اللي الهوا جايبه من الشارع. لازم امشي عليه كده ولمعه يعني، لمع الحيطه لان الحيطه عندي بيضه زي ما انتم شايفين، ودهن المدخل برضو ابيض فالتراب بيبان فيها بسهوله. هنا بقى ابتدى الباب يلمع ويجيب خيال ازاي، يعني اللي بره بيبان لمعته اكتر لانه معمول زي نظام قشره، بتدي او مش عارف القشره ولا اسمه سيلر ولا ايه، بس بيدي خيال كده زي المرايه بالظبط، انما الباب من جوه غامق. كمان الدهان بتاعه غامق، فالتراب بيبان فيه، التراب بيبان فيه قوي كمان لما بيكون الباب متبهدل كده ونيجي نفتح الباب انا بحس فيه حاجه غلط. حتى لما جوزي لما بيلاقي المدخل كده مثلا سيبته يومين ولا حاجه والتراب ابتدى يبان فيه بيقول لي ايه ده هو في ايه يعني، فاهمين. بما اني بقى معايا ملمع الخشب فقلت بقى اجيب الترابيزه دي كمان معايا، انا كنت جايباها معاكم واحنا بنشيل فرش الركنه، بس كنت عاملاها بفوطه مبلوله. كنت كده كده اصلا بلمع يعني، فقلت اديها تلميعه حلوه. دلوقتي برضو نفس النظام، قلت عشان تفضل نظيفه وحلوه وتبقى كويسه، انتوا عارفين ان ملمع الخشب احسن من الميه 100 مره يعني، هو اتعمل للحاجات دي مخصوص. هنا بقى هجيب الباب من بره يعني، علشان بقى احنا كده جبنا ظهر الباب وجبنا الترابيزه، قلت قبل ما افتح الباب بالمره اجيب الترابيزه يعني. اجيب بقى الجزء اللي بره من الباب نديله تنظيفه كده حلوه.
بصوا هو اي نعم صورتي باينه فيه وبيدي لمعه، بس لا مش نظيف. بصوا التراب وبصوا الحاجه اللي فيه، شوفوا شكله بقى بعد ما البقعه دي تتشال منه والتراب ده والحاجات دي. بيبان فيه قوي، التراب بيبان فيه جدا. قلت بالمره بقى العين السحريه كده تنضف كده. عايزه اقول لكم العين السحريه ديت والله العظيم حاجه جميله قوي في البيت. لما كان حد يخبط كنت لازم انت مضطره تقولي مين عشان تعرفي مين بره والكلام ده. انا اوقات كتير انا بحب اعمل عبيطه قوي، يعني ايه، في اوقات كتير ما بحبش ان انا اكون موجوده في البيت. انا مش موجوده، في ناس ايه مش ناس جايين لي انا، ده للشغل يعني. فاوقات بقى يعني ايه تحس ان انا عايزه اعمل نفسي مش موجوده. فاللي هو العين السحريه دي حلوه قوي في كده، ان انت في حد مش عايزه تقابليه ولا كده، بتبصي من العين السحريه بتعملي نفسك مش هنا. تمام. وبتبقي عارفه بقى اللي جاي لمين، يعني مثلا عارفه اللي جاي دي عيل صغير جايه الجنه، مثلا واحده جايه الجنه تقول لها عندنا درس بتاع، حد جاي لنا، حد جاي للشغل، حد اصلا من اهلي يعني، فاهمين اللي هو كده يعني. فهي حلوه قوي يعني. هنا كده بصوا الباب بقى يلمع وبقى جميل ازاي. نجيب بقى النص اللي تحت بتاعه علشان بصوا الواحد بيحس كده ان بيفرح لما يجي يلاقي كده البيت نظيف، كل حاجة بتلمع كده، اقل حاجة وابسط حاجة بتبقى حلوة يعني. يعني بس يعني مش بس الحاجة نظيفة، الحاجة نظيفة بذمة كده بتلمع. انا عايزة اقول لكم انا يعني انا مخليه الصاله دي عروسه 24 ساعه كده نظيفه. عشان كده دايما تلاقوني ما بعملكوش روتينات في الصاله الا لما بكون مثلا يعني ما اعرفش ايه، هكون مثلا هغير الفرش، يعني هشيل مثلا الكسوه اللي احنا حطيناها دي وهحط الكسوه الكبيره، اللي هو هنيجي نفرش مكان بنروق بتاع، مش لان هي مش بالسهل انها تتبهدل عندي وما بسيبهاش متبهدله. يعني لو اي حاجه باظت فيها كده على خفيف بقى بشيلها وما بسيبهاش تتبهدل، مش زي الاوض مثلا دي اتبهدلت النهارده فممكن اعملها بكره فتكون البهدله والكركبه زادت اكتر. لا مفيش، انا ما ينفعش ان انا اسيب الصاله عندي متبهدله، لان انا عندي ضيوف. يعني انا ممكن اقول لكم بيدخل عندي ضيوف كتير طول الوقت. طول الوقت جوزي بيجيب صحابه، بيجيب زباين، بيجيب ناس، يعني ايه شغله بيحكم عليه ان هو ايه يضيفهم يعني. فاللي هو ايه لازم تكون المكان مستعد 24 ساعة لضيافة الناس عشان ما نحرجوش، ولازم نشرفه كده ونخلي شكله حلو قدام الناس. بصي بقى ده كان الشكل النهائي للصالة، فرشناه، وده كان روتين خفيف قوي ما فيهوش كركبة كتير، ما فيهوش كركبة اصلا يعني غير بقية الفيديوهات عندي. لو عجبك الفيديو حط اللايك، واستنيني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. مع السلامة.